السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. طيب سريعا عشان ناخدوا بس كل الأخبار الرياضية. هنبدأ بالأول بنتائج بالتقرير الرياضي. مصر تستضيف أفريقيا للشباب بعد اعتذار كوت ديفوار. النصر لن يشارك في البطولة العربية بسبب ضغط المباريات. النصر السعودي طبعا البطولة عندنا في مصر. الرابطة لم نتلقى أي طلب من الأهلي أو بيراميدز لحكام أجانب للمباراة. سيراميكا يحدد 500,000 لكل لاعب حال الفوز على الزمالك. بنتايك لن يكون مع الفريق في جنوب أفريقيا. أحمد حسن ممدوح عباس يجدد التعاقد لأحمد سيد زيزو، الله أعلم. كاف تقبل استئناف الإسماعيلي وتكرر تخفيض غرامة فراس. محمود بسيون حكم لمواجهة بيراميدز والبنك الأهلي في كأس مصر الليلة. رابطة الأندية بيراميدز لم يترك حكام أجانب لمباراة الأهلي. نادي دمك السعودي يعلن إقالة مدربه نونو الميدا. صلاح خارج المرشحين للاعب شهر مارس بالدوري الإنجليزي. برشلونة فوز على أوساسونا وانفرد بصدارة الدوري الأسباني. طيب مباريات اليوم سريعا. الزمالك ضد بيراميدز، الزمالك ضد سيراميكا، بيراميدز ضد البنك الأهلي، ليفركوزن ضد بوخم. ايه تاني خلص دول المباريات ايه بتاعتنا. تمام، دي مباريات اليوم الجمعة. المباريات الساعة 9:30. موقع مصراوي بقى بيقول لنا ايه؟ بيقول ان الجميع حذر بيبو من قرار الانسحاب وقرار عدم إقامة لعب مباراة الزمالك. تمام. طيب القرار حاليا ايه يا ترى؟ الاهلي هيكمل الدوري او لا؟ خلاص، لكن الى الان الاهلي لم يصدر بيان رسمي بعودته لاستكمال الدوري. تمام. طيب تعالوا نشوفوا القيعي بيقول لنا ايه. تمام، هنا بيقول لنا ان الاهلي المفروض يكمل. هو قال كده المفروض الاهلي يكمل الدوري لان الخسائر هتكون كبيره. تمام. طبعا هنا ابراهيم المنيسي. طيب ليه بيقول ان هنا في مواجهه بين محمود الخطيب وهاني ابو ريده، الاثنين عايزين يعرفوا مين الاقوى فيهم. خلاص، فهنا في حرب بين محمود الخطيب وهاني ابو ريده. هاني ابو ريده انا بتكلم من الاخبار اللي على السوشيال ميديا. تمام. هنا اتحاد الكره بيستدرج الاهلي عشان الاهلي ما يكملش الدوري علشان يعطي البطوله للبيراميدز.